هنعمل بقى النهاردة مع بعض كيكة الذرة أو البسيسة بطريقة سهلة جدا جدا، مش هتاخد معاكي 3 دقايق بالظبط. هتضربيها كلها في الخلاط وهتطلع معاكي ألذ وأطعم كيكة ذرة ممكن تاكليها. ولو جربتيها بالطريقة دي مش هتعمليها غير بالطريقة دي بعد كده. جميلة وسهلة وطعمة طعامة، مش هقولك بقى لازم تجربيها بجد. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها، يعني حاجة كده تفتح النفس مع كوباية شاي كده بقى، وإيه عظمة بجد. الله الله على الجمال. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. هنجيب شفشق الخلاط، هنحط فيه 4 بيضات، يعني هما المفروض 3 بيضات كبار، بس البيض ده صغير فأنا زودت بيضاية. لو البيض اللي عندك كبير هما 3 بيضات وبس. وهنحط عليهم معلقتين كبار من الخل، وهنحط كمان رشة من الفانيليا. سهلة جدا يا جماعة ومقاديرها بسيطة جدا، وإن شاء الله كل المقادير بتاعتها هتبقى موجودة عندك في البيت. كوباية من الحليب، وهنحط كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت. على فكرة الكوباية اللي هنعاير بيها المقادير كلها لازم يبقى حجمها واحد، حتى الدقيق بنفس الكوباية. تمام كده. هناخد بقى الخليط بتاعنا ده وهنضربه في الخلاط كويس جدا لحد ما يبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده. تمام كده. هنجيب بقى ايه المقادير الجافة بتاعتنا، اللي هي 3 كوبايات من دقيق الذرة. دقيق الذرة ده يا جماعة اللي هو الذرة بيبقى مطحون، او في السوبر ماركت برضو دقيق ذرة مغلف كده ممكن تجيبيه عادي جدا. هنحط عليه باكت من البيكنج باودر، ما يعادل يعني معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة. وهنقلب بقى المقادير الجافة بتاعتنا، وهنجيب بقى ايه السوائل اللي احنا ضربناها في الخلاط. كده احنا خلصنا الكيكة بتاعتنا. سهلة جدا ازاي، والله ما في اسهل من كده بجد، ولا اطعم من كده كمان. انت لو جربت بقى كيكة الذرة بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها غير بيها. بصراحة حلوة جدا وطعمها لذيذ ومش مكلفة خالص. هنقلب بقى المقادير دي كويس جدا، ومن تحت كده في الطبق لازم تقلبيه كويس علشان بيبقى فيه دقيق لازق تحت. هنجيب بقى صينية هندهنها دهنة من الزيت. على فكرة الصينية دي طلعت كبيرة شوية على المقدار ده، ممكن تعملها في صينية صغيرة لو انت عايزة سمك القطع يبقى أعلى من كده يعني. هنهزها كويس كده علشان خاطر تبقى متساوية، وهنسويها في الفرن على الرف الوسطاني من غير ما نولع الشواية على درجة حرارة 180. تمام كده. شايفين العظمة، ومن غير ما نولع شواية ولا أي حاجة. وشها أحمر وطلعت ما شاء الله عليها حلوة جدا. وريحتها يعني أكيد عملتوها قبل كده وعارفين ريحة بقى كيكة الذرة اللي تجنن دي، اللي بتملى البيت كده ريحة، يعني أقول لكم إيه تفتح النفس والله العظيم بجد. شايفين جمالها عاملة ازاي، وبتتقطع بكل سهولة. وممكن بقى تسيبيها في الصينية عادي جدا، انك تقطعها في الصينية وتسيبيها. ممكن تقلبيها زي ما انا قلبتها كده، بتتقلب عادي وما بتلزقش ولا اي حاجة خالص. انا قلبها اهي ولا لزقت ولا اي حاجة، ومن غير رش دقيق في الصينية ولا حاجة خالص. شايفين عاملة ازاي يا جماعة؟ بجد لازم تجربوها. بس ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين القطعة هي سمكها كده يعني بالنسبة لي كويس، ممكن انت عايزة تبقى اعلى من كده فهتحطيها في صينية اصغر من دي. شايفين جمالها ومستوية من تحت ومن فوق ومن جوه، طعمها لذيذ ما شاء الله عليها. شايفين عظمة عظمة عظمة. لازم تجربوها يا بنات بالطريقة دي، جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.